بسم الله الرحمن الرحيم. من منصورة، ومن النهاردة من الدراسات شفنا جمعية أصدقاء بنك الدم الإقليمي بالمنصورة مقدمة فطار جماعي، وإحنا في انتظار الناس جايين هيهلوا. إزاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ تقول إيه النهاردة؟ وبنك الدم ده حاجة رئيسية أو حاجة فعلا لها بصمة، لأن في إنسان بيبقى بيموت، بيبقى هيودع الدنيا، وربنا بيكرمه إن واحد بيتبرع له بقطرة دم بتغير حياته وبيعيش حياة جديدة وامتداد لعمر تاني بأمر الله. طبعا ده حاجه شيء مهم جدا، واللي جرب الحاجات دي حاسس بيها. و يعني أنت ليك حادث حصل لك وعشان كده حاسس إن فعلا إن ده شيء بيتقدم؟ حالات كتيره جدا. طب إيه اللي حصل لك؟ اب مثلا، عرف الناس إيه اللي حصل؟ اب بقاله 20 سنه بيتعالج عشان الخلفه وجاله مولود، والطفل بتاعه في حضانه، والطفل بتاعه عاوز 50 سم دم. فطبعا يعني مساله حياه او موت ومستقبل لا، أسرة. وبتبدأ من الطفولة لحد آه. الشيخوخة ولحد يعني سن احنا الوفاة. بنتكلم على لحظة الولادة، اه ان الطفل يبقى في حضانة، وأسرة كاملة قعدت تستناه 20 سنة وفي عرض 50 سم دم، مش كيس مثلا 250 سم، لا 50 سم دم بين الحياة والموت. كذلك الأطفال الثلاسيميا ومرضى الهيموفيليا في أطفال أصلا اللي هي مرضى اللي هي البحر الثلاسيميا. المتوسط هي الثلاسيميا. دول بيتعرضوا لدم على طول أو بلازمة. ماليش ما وشوش ولا كلام من ده. تمام. الثلاسيميا طبعا بيحتاجوا دم علبتين كل شهر، اللي ما خدهمش يعتبر ده حياته، عايش على الدم. مرضى الهيموفيليا عايشين لا، على وبيكلفوا فلوس كتير ومعونات ومشقة طبعاً كتير. مع ارتفاع أما بيلاقوا الأسعار. حد بيتبرع بقطرة دم هتحييهم، طبعا لأن بيبقى أمل. أحيانا أنا معايا فلوس كتير ومش لاقي علبة الدم، مش لاقي كيس البلاد. في ناس ما معهاش لاقي الفلوس. السفايس. ده الشق الثاني بتاع الجمعية بقى، طبعا الحالات اللي هي محتاجة دعم طب أي مادي. نوع من المساعدة هي بتقدمه؟ بتساعد الدم، بتساعد الدعم المادي والدم بالتبرع بالدم، الشقين. يعني نقول فعلا ان مصر جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني قايمة بواجبها وبتقدم الخدمات المطلوبة للناس. طبعا، بس محتاجين المزيد، لان ما احنا بنشوف كل حاجة زي مكة الطعام بيقول لك اتبرع على رقم كذا او على خط الساخن كذا. ما كل انسان عنده جمعية او مؤسسة المفروض يحط الرقم الساخن. طبعا. كل سنة وانت طيب، وانت واحنا هنبدأ مع المواطنين ان شاء الله بداية جديدة ماشي إن شاء الله. للخير يا رب.